برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. تحياتي الطيبات مستمعينا الكرام، معكم الشيماء الجنبيهي وبرنامج رمضان سيلبريشنز على راديو برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. حلقتنا النهاردة عن مدفع الإفطار. اضرب! الفطار ارتبط في أذهاننا بالمدفع اللي بيضرب وقت المغرب، وكلنا بنستناه لأنه من أهم وأجمل أشكال الاحتفال في رمضان. بس يا ترى إيه هي قصة مدفع رمضان؟ في روايات كتير لبداية مدفع رمضان، وبتبتدي كالعادة أول رواية من مصر في عهد دولة المماليك سنة 865 هجرية، لما كان بيحكم مصر في الوقت ده السلطان المملوكي خوش قدم. كان بيجرب مدفع من المدافع التابعة للجيش المصري، وصدفة التجربة أول يوم رمضان وقت الإفطار. فالناس افتكرت إن السلطان خوش قدم فكر في فكرة جديدة لتنبيه الناس بموعد الإفطار، فراح المصريون للقصر السلطاني لشكره على الفكرة، ومن هنا بدأ المدفع يضرب المغرب أثناء شهر رمضان. القصة التانية بتقول إن المدفع ظهر في عهد الوالي أسعد باشا والي دمشق السنة 1742 ميلادية. في الوقت ده ثبت رؤية الهلال رمضان في منتصف الليل، فأمر الوالي بضرب المدفع لتنبيه الناس، والناس صحيت خايفة ومش عارفة هو فيه إيه. ولما عرفوا إنه رمضان بدأت الأفران تشتغل وحركة السوق تكتر علشان السحور، ومن هنا كانت بداية استخدام المدفع في شهر رمضان. الحكاية الثالثة رجعت لمصر تاني سنة 1805 في عهد محمد علي باشا والي مصر، لما حب يجرب مدفع جديد جاله من ألمانيا أول يوم رمضان ساعة الغروب. ولما المصريون حبوا الفكرة وشكروه عليها استمر المدفع يضرب كل يوم رمضان وقت الإفطار. أما الحدوتة الرابعة فكانت برضو في مصر في عهد الخديوي إسماعيل. كان في أعمال صيانة المدفع، فصادف انطلاق دانة من المدفع بالخطأ وقت الغروب أول يوم رمضان. ولما كانت الفكرة ممتازة لتنبيه الناس بوقت الإفطار، أمرت الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل باستمرار مدفع رمضان. في نهاية حلقتنا مستنيين تعليقاتكم على قصص المدفع، وأنهي قصة عجبتكم أكتر. كان معكم الشيماء الجنبيهي وبرنامج رمضان سيلبريشنز على راديو برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة.